السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا موبايل في ميزانية 8.5 ل9 آلاف جنيه. موبايل رفيع مش عليه ضريبة، موبايل انفينكس هوت 60 برو، بيجي بضمان 24 شهر، مساحاته كتير وراماته أكتر. واتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا موبايل تقيل، في الحقيقة هو مش تقيل قوي، هو خفيف، هو برنس. سيبك بقى من كل الكلام اللي انت فاهمه عن الشركة دي، لان هي جايلك بموبايل فخم 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 فخامة الفخامة. حلقة النهاردة يا شباب عن الانفينكس هوت 60 برو. سيبك بقى، الموبايل ده جاي يكسر قواعد كتير، ازاي بالرفع ده وشايل كمية التكنولوجيا دي. وتعالوا نفصصه حتة حتة. بصوا يا جماعة، احنا بنتكلم في 6.6 ملي، بس انفينكس مسميه ده الترا سليم، وزنه 170 جرام. الشاشه هنا اموليد بدقه 1.5K، وتردد بيوصل ل 144 هرتز. يا عم الحواف تكاد تكون مش موجوده اصلا. الشاشه مستغله بنسبه حوالي 94% من جسم الجهاز، والسطوع بتاع الجهاز ده بيوصل ل 4500 نتس في الاتش دي ار بس. وحط تحت دي 1000 خط، لانه ما بيوصلش ل 4500 دول طبيعي، في الاستخدام الطبيعي ما بيوصلهمش، اخره تقريبا 1000 ونص 2000 حاجه زي كده، بس هو ما بيوصلش ل 4500 دول زي ما الشركه بتقول. احيانا بس بيوصل ل 4500 نتس في مشاهد معينه من الاتش دي ار، وبرامج محدده بس هي اللي بتشغل ال 144 هرتز. بس اضاءه الشاشه هنا جميله جدا، تقدر تتفرج عليها عادي من غير ما حاجه تضايقك. وده يا باشا عشان الشاشه دي اموليد. الموبايل رفيع بس عصبه ناشف. الشاشه عليها كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، مش مضادة للكسر تماما، بس ما تقلقش منها. يعني وانت بتوقع مفاتيحك في جيبك اللي فيه الموبايل، ما توقعش قلبك معاها عادي. الموبايل هيعيش عادي ومش هيتخربش ومش هيحصل له اي حاجه، لان طبقه الحمايه اللي عليه مقاومه للخدوش. بص انا هنا حاولت اخربش فيه كتير وبرده ما تخربش وما بانش على اي حاجه، غير انه مقاوم للكسر بنسبه معينه وهي متر ونص. يعني الموبايل لو وقع منك على مسافه متر ونص مش هيجرى له اي حاجه، ده كلام الشركه. واوعى تروح تجرب ده بنفسك، عشان انا هنا موجود اجربها لك انا بدالك. حاولت ارميه مره واثنين وثلاثه وما عملش اي حاجه خالص، واشتغل عادي زي اي موبايل زيرو، ولا تخربش حتى. غير انه معاه شهاده اي بي 64 اللي هي بتبقى ضد الميه، بس مش ضد الميه، هي ضد رذاذ الميه. يعني لو رشيت عليه مثلا بشويه، لو الدنيا مطرت عليك وانت بتتكلم في التليفون ما يفرقش معاك، مش هيحصل اي حاجه. لو جه عليه شويه تراب برده مش هيحصل له حاجه. والشاشه دي واخده شهاده الاس جي اس في انها بتقلل الضوء الازرق اللي بيخرج لعينك عشان يأذيها، فانت هنا هتتفرج عليه وعينك هتفضل مرتاحه. نيجي بقى لفقره الغل. الموبايل ده هو اول موبايل في العالم يجي بالمعالج الجديد هيليو جي 200 تكنولوجيا 6 نانومتر، وده ما بيهزرش يا جماعه. جايب على انتوتو رقم محترم جدا، 465122 حاجه زي كده. عشان نختبر المعالج ده نزلنا بابجي على الموبايل وعملنا لوجن فيها، وطلعنا بره الموبايل خالص وقفلنا كل الابس اللي في الباك جراوند. فتحنا اللعبه عشان نشوف هتقعد قد ايه عقبال ما تفتح، واللي فاجئني ان الموبايل فتح بسرعه وما تاخرش كتير. واكتشفت ان الموبايل هنا بيلعب على سموز او الترا سموث، بيلعب عليهم 60 فريم اكستريم، واتش دي ار بيلعب عليها 40 فريم عادي. واسيبكم تستمتعوا بالجيم اللي انا معرفتش اقتل فيه اي حد. Spree for the red team. The red team's streak has just been terminated. Reloading. The red team is in the lead. هو زي ما انتم شايفين انا مش عارف العب خالص، بس الموبايل انا مبسوط له جدا لان هو سموث جدا معايا، و60 فريم ثابتين فعلا ما اتغيروش وما قلوش. والموبايل اثبت لي انه فعلا يستحق المعالج اللي هو فيه. شايف الزرار ده؟ الزرار ده لما تعمل عليه هولد بيفتح لك انفينكس اي اي بانيميشن عالمي جايبينه من عند ولاد العم. وتقدر بدبل بريس انك تفتح اي اب تاني برضو، حتى ممكن تفتح الكاميرا بيه، او ممكن تخليه يفتح الفلاش اول ما تعمل عليه دبل بريس زي ما انا عامل كده. والاي اي واصل هنا للكاميرا اللي بدقه 50 ميجا بكسل بتقنيه الرو ماستر بيس، بتطلع تفاصيل في هدومك او في ورق الشجر بوضوح جدا، حيويه يعني. ده غير البورتري اكس تول البروفيشنال هنا جدا، والذكاء اللي بيعدل الصوره بعد ما تتصور ويخليها لوحه فنيه. البطاريه هنا 5160 ملي امبير، بتشحن بسرعه 45 واط. وبالمناسبه راس الشاحن ال 45 واط دي بتيجي في العلبه مع الوصله بتاعته يو اس بي تو تايب سي. وانفينكس بتوعدك بخمس سنين كفاءه، يعني الموبايل مش هيخسع منك. طيب هتقول لي لو الشبكه قطعت؟ ده بينقلنا الميزه جديده الالترا لينك، بتخليك تتكلم لمسافه 600 متر
بينك وبين اللي بيتكلموا من غير شبكه موبايل اصلا. بس الكلام ده محدود على موبايلات انفينكس اللي بتدعم الالترا لينك بس. يعني لو انت معاك موبايل انفينكس هوت 60 وزميلك معاه انفينكس هوت 60 برضه، وانتوا بعاد عن بعض بمسافه 600 متر، برضه الموبايل هيلقط معاكم شبكه وتقدروا تكلموا بعض بوضوح جدا من غير ما الشبكه تقطع على مسافه 600 متر. ومعاك ان اف سي في الموبايل، تقدر تنقل برضه ملفات من موبايل لموبايل تاني، بس برضه محدود مع انفينكس وايفون. يعني انفينكس بتعمل كده مع اجهزه ايفون بس. وتقدر برضه تشحن منه كارت الكهرباء. حد هيقول لي انت ما اتكلمتش عن الفيديو وجوده الفيديو، هقول لك انا لسه جاي لك في الكلام اهو، ان الموبايل فيه 3 كاميرات من ورا. لا ده مش 3 كاميرات ولا حاجه، هما كاميرا واحده بس اللي شغاله، والكاميرا الثانيه بتعزز الاضاءه بس للكاميرا الاولى اللي هي اللي فوق خالص، والكاميرا الثالثه دي هي الاي ار سنسور بتاع الموبايل، ان هو يقدر يشغل اي حاجه تانية كريموت او تفهمني. طبعا تصوير الفيديوهات هنا الموبايل بيصور 1080 30 فريم في الثانيه، و1080 60 فريم في الثانيه، و2K 30 فريم في الثانيه. وعندك ثبات في الموبايل رهيب جدا، بس لازم تشغل عليه ال 1080 وال 30 فريم في الثانيه بس، ما بيشتغلش على 2K ولا ال 1080 60 فريم في الثانيه. وهنا ال 60 فريم مش هتاخدهم زي اي موبايل تاني بيديك ال 60 فريم، مش هتاخدهم بنفس النعومه اللي موجوده فيه ولا بنفس السلاسه. وعندنا فتحه في الموبايل برضو للهاند فري، والموبايل ده بياخد شريحتين وكارت ميموري، وبيجي بكذا نسخه، في ال 128 6 رام، وفي ال 128 8 رام، وفي ال 256 8 رام زائد 8 رام تاني اكستندد، وبيجي ب 256 8 رام زائد 8 رام تانيين عليهم اكستندد. يعني بتسحب من 256 8 جيجا بيحطهم في الرامات وبيستخدموا معاك في الرامات، وبيبقى الموبايل اسرع واسلس. خلي بالك السماعه اللي قلت لك عليها دي بتيجي في الكرتونه. الموبايل بيجي معاه جراب في الكرتونه، هو جراب مش سيليكون، هو بلاستيك بس قوي شويه، وماشي على موضه الجرابات الجديده، انك لما تقرب ايدك منه ايدك تبان من وراه، لو بعدتها شويه مش هتبان، ما بيبينش الحاجات البعيده بس لازم تقرب منه. الخلاصه يا سيدي ان انفينكس هوت 60 برو بيقدم لك باكج محترم، شياكه، قوة، ذكاء. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتعمل سبسكرايب، وتنزل تحت في الكومنتات تقول لي ايه الميزة اللي خضتك في الموبايل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.